السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. قصدك تتكلم على إيه؟ قصدي أتكلم على مصطفى شلبي. مصطفى شلبي اللي كان زعلان إنه ما انضمش لمنتخب مصر. مصطفى شلبي اللي في ظرف يوم وليلة انضم إلى قائمة منتخب مصر. مصطفى شلبي يشاء السميع العليم إن حسين الشحات يخرج من قائمة المنتخب ويدخل مكانه مصطفى شلبي وبس. اللي انت لازم تعرفه وانا اعرفه ان كل شيء اسمه نصيب مع الجد والاجتهاد. عايز اقول لك حاجه على مصطفى شلبي. مصطفى شلبي لو انت عايز تشوفه احسن او من احسن اللعيبه ده محتاج دعم الجمهور. مصطفى شلبي بيحب دعم الجمهور جدا وصراحه مش واخد حقه في الدعم صراحه يعني. كمان عايز اقول لك ان مصطفى شلبي هتشوفه حاجة تانية بعد ما يرجع من المنتخب. كمان سيف زاهر بيصرح وبيقول إن حسام حسن بيقول إن مصطفى شلبي هيبقى من العناصر الرئيسية داخل المنتخب. بس نفسي أسأل سؤال، لو حسين الشحات ما كانش خرج من المنتخب يا كابتن حسام ليه ما خدتش مصطفى شلبي من الأول؟ أهلا بكم مع إسلام أبو مازن، أهلا بكل جمهورنا العزيز. يا رب كلكم تكونوا في أحسن صحة وفي أحسن حال. النهاردة كالمعتاد هنتكلم عن اخبار الزمالك وكل مدار داخل نادي الزمالك. لقطكم يا زملكاويه مهمه جدا عشان خاطر الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن من جمهور نادي الزمالك العظيم فضلا وليس امرا. دوس لايك نبدا اخبارنا النهارده، وبنذكر تاني وتالت النهارده الساعه 9 مساء مباراه الزمالك والاهلي مواليد 2003 باذن الله في بطوله الجمهوريه على ملعب النادي الاهلي. لكن الى الان مش عارفين هي مذاعه ولا لا. هل مذاعه على قناه نادي الزمالك، مذاعه على قناه النادي الاهلي، مذاعه على اون سبورت؟ اظن ان شاء الله انها ممكن تتذاع على اون تايم سبورت. كل التوفيق لمواليد 2003 بقياده المدير الفني كابتن ابراهيم صلاح. ندخل على الاخبار اللي معانا ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. والاول وقبل اي كلام يتقال بنبارك لمواليد 2005 بفوزهم على نادي فاركو في الدور قبل النهائي في بطوله كاس الاتحاد للشباب. دي بطوله معموله عشان بطوله الجمهوريه واقفه عندهم عشان تجمع منتخب الشباب. المباراه انتهت سلبيا 0-0 وفازوا بضربات الجزاء الترجيحيه بنتيجه 3-1. 3-1 احرز الاهداف انس وائل وكمان علي نوفل من الناس اللي بتسدد ضربات جزاء كويس جدا، ويوسف احمد حسن. كل التوفيق لكل ناشئي نادي الزمالك. وتعالوا ندخل نشوف الحكايه ونشوف الروايه. ويا ترى الاستاذ عادل القيعي ليه مهدد بالحبس؟ الاستاذ عادل القيعي مرفوع عليه قضيه من جانب نادي بيراميدز وبالاخص الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز المهندس ممدوح عيد. بيتهموا فيها ان هو سب وقذف على قناه النادي الاهلي. حصل له سب وقذف من جانب الاستاذ عادل القيعي على قناه النادي الاهلي ورفعوا عليه قضيه ومحدد لها يوم 19 مارس للحكم فيها او النظر فيها. هنشوف ايه اللي هيحصل. ويا ما قلنا ويا ما عدنا اللسان الطويل عامه لاي حد، مش بتكلم على الاستاذ عادل ولا فلان ولا علان، ما بيجيبش غير الضرر والاذى لصاحبه، ما بيجيبش غير المشاكل لصاحبه. لسانك حصانك. هنشوف ايه اللي هيحصل في الموضوع ده وهل يا ترى هتتحل ودي ولا لا. ومحامي الاستاذ ممدوح عيد او المهندس ممدوح عيد بيقول لا مفيش تصالح بيننا واللي بيننا وبينه المحاكم. ده اللي هيحصل. كان زمان بنشوف ان على طول في قواضي بتترفع على فلان وعلان، لكن المره دي بتختلف الدنيا وراحت على الاستاذ عادل القيعي. يا ترى هيحلوها ازاي؟ يا ترى هتمشي ازاي؟ ده اللي هنشوفه. ما بنتمناش غير ان يسود الحب والاحترام والتقدير بين كل الناس. اللسان الطويل ما بيعملش اي حاجه. ايه تاني معانا في الاخبار؟ باذن الله نادي الزمالك قرر انه يلعب مباراه وديه باذن الله يوم 23 مع نادي زد. يوم 23. هل يا ترى ممكن يكون في مباراه تانيه؟ ممكن، لكن المباراه الرئيسيه او الاساسيه هتبقى يوم 23. مباراه كويسه، مباراه نجرب فيها اللعيبه بتاعتنا اللي ما اخدتش فرصه مع نادي كويس اسمه نادي زد كلنا عارفينه صعد جديد لكن في صفقات كويسه ولاعيبه كويسه. نتمنى انها تكون تجربه مفيده جدا لجمهور نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك. ما احنا عشان نشوف ونتفرج ونشوف ايه اللي هيحصل. طيب عايز اقول لك حاجه سريعا كده حصلت في الاجتماع اللي حصل بين كابتن حسين لبيب وجوزيه جوميز.
عايز اقول لك ابرز ما جاء فيها، ابرز ما جاء فيها مبدئيا كده جوزيه جوميز قال لكابتن حسين لبيب: انا ما اشرفتش على الصفقات دي وما اخترتش الصفقات دي، فانا محتاج اشوفهم اكتر، لان انا لسه مش شفتهمش قوي، لسه ما جربتهمش، وانا عندي الجاهزين، فعشان كده بلعب الجاهزين. ده الكلام اللي كان بيدور، وطبعا رفض ان يكون في حد تاني متواجد في الجهاز الفني بجانب كابتن احمد مجدي اللي هو اصلا بيعزه، اصلا شايفه كويس معاه ومبسوط بيه. فاحمد مجدي مش هيمشي، والى الان مفيش حد جديد هيجي ويتواجد. طيب، كابتن احمد سليمان على لسان كابتن محمد عبد الله مدرب مواليد 2005 بيقول لك: كابتن احمد سليمان مبسوط جدا بحسن عبد العاطي او حسن ابو المعاطي اللي هو باك شمال نادي الزمالك مواليد 2005. طيب، ما احنا عندنا ازمه في الباك الشمال. اتكلمنا قبل كده قلنا عندنا محيي جمعه في 2003. طب لو مش عاجبكم محيي جمعه، طيب ما طلعوا حسن. حسن بدل بيقال عليه لاعب كويس، نتمنى نشوفه مع الفريق الاول. الخبر التالي معانا بقى بخصوص زياره مجلس اداره نادي الزمالك للنادي الاهلي. هتبقى امتى؟ هتبقى يوم 30 مارس. من هيردوا الزياره وعشان خاطر تأبين للاستاذ عمرو فاروق. العمري فاروق الله يرحمه ويسكنه في فسيح جناته ويرحم امواتنا جميعا، امين يا رب العالمين. وزياره الزمالك للنادي الاهلي ليه؟ قال لك عشان العلاقات وعشان الروح الكويسه اللي بين الناديين والكلام ده كله. طيب، ايه تاني معانا في الاخبار؟ تحدثنا عليها مرارا وتكرارا، وقعدنا نقول يا ريت وامتى وخبر جامد وباذن الله هتنفعنا كتير. ايه ده؟ ايه اللي انت بتتكلم عليه؟ شركه الكوره. شركه الكوره داخل نادي الزمالك اللي وعدونا بيها مجلس اداره نادي الزمالك قبل نجاحهم في الانتخابات، ومن ضمن اولوياتهم واساسياتهم اللي كانوا حاطينها في مشروعهم او في الحاجات اللي هيعملوها لنا او في التخطيط اللي هيعملوه لينا كنادي الزمالك. طب امتى شركه الكوره؟ شركه الكوره بيقولوا هتتعمل من اول الموسم الجديد. ما اعرفش اتاخرت ليه، ما اعرفش ليه هتقعد تقريبا ما يقرب من سنه عقبال ما يتم انشائها. نتمنى انها في اسرع وقت تشوف النور. هتفرق كتير جدا من ناحيه دخل مادي لنادي الزمالك، من ناحيه صفقات، من ناحيه حاجات كتير جدا جدا. عوائدها الماديه لنادي الزمالك هتكون مبشره جدا جدا جدا. طيب، ايه تاني معانا في الاخبار؟ مبدئيا كده احمد زيزو بنسبه كبيره ان شاء الله يلحق مباراه فيوتشر اللي هي مباراه الذهاب بنسبه كبيره، لكن في نسبه صغيره ممكن ما يلحقش. طب بنسبه 100% يلحق المباراه الثانيه؟ مباراه العوده يلحقها بنسبه 100% ان شاء الله. ربنا يبعد عنك العين يا احمد يا زيزو. من اهم العناصر داخل نادي الزمالك احمد زيزو. كمان امبارح في تدريبات نادي الزمالك تمت اصابه اشرف رؤى. اشرف رؤى جاله شد في العضله الخلفيه. يعني ممكن يلحق مباراه نادي فيوتشر القادمه، ممكن يلحق مباراه نادي فيوتشر لان لسه فاضل 15 يوم، وده اللي هنشوفه وده اللي هنعرفه خلال الايام المقبله في تدريبات نادي الزمالك. طيب، الخبر التالي معانا بقى بخصوص طارق مصطفى اللي هو المدير الفني الحالي للبنك الاهلي اللي قدر يكسب النادي الاهلي نتيجه 4-3. الزملكاوي الجميل جاله اتصال من رئيس نادي الوداد المغربي بيطلب منه او بيجس نبضه يشوفه ممكن يدرب عنده استعداد يدرب نادي الوداد المغربي. الوداد المغربي. نتائج كابتن طارق مصطفى في الدوري المغربي قبل ما يمشي كانت تشهد له. عايز اقول لك ان كابتن طارق مصطفى ملقلق، ما رضيش يدي رد، لانه عايز يكمل مع نادي البنك الاهلي، عايز يتواجد في الدوري المصري، عاوز يبان في الدوري المصري، طمعان انه يمسك نادي اكبر في الدوري المصري وهو يستحق ذلك. وغير كده وكده بقى اللي عايز اقول لك عليه، في اسماء تانية مرشحه كمان للوداد. ده في فايلر، في المدرب السابق اللي كان ضربهم من كام سنه كابتن رمزي، اسم موسيماني اتعرض في الموضوع. هم بيدوروا على احسن سي في عشان خاطر يعيد نادي الوداد المغربي على الساحه الرياضيه داخل المغرب والساحه الافريقيه بعد هبوط مستواه جدا جدا جدا. بكده تكون انتهت اخبارنا النهارده. عشان الزمالك حب في قلبنا هندعم نادي الزمالك، مش هنتخلى ابدا عن نادي الزمالك، ودائما وابدا في ظهر نادي الزمالك الى ان ينتهي بنا العمر. ادعموا ناديكم وادعموا لاعبتكم، وقفوا ورا ناديكم. بنمر بظروف صعبه ان شاء الله تعدي على خير. عشان الزمالك حب في قلبنا،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.